سقوط لبنان هي علامة من علامات نهاية العالم مذكورة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، لأن إسرائيل وإيران بمجرد ما يشتبكوا مع بعضهم بعض هتيجي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدعم إسرائيل، وروسيا والصين لدعم إيران، والشرق الأوسط أغلبية البلاد العربية والخليجية فيه هتسقط، لأن إسرائيل وإيران مش هيحاربوا بعض على أراضيهم، هيحاربوا بعض على البلاد العربية والخليجية حسب المكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. فبيقولك ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. النبي دانيال قسم العالم نصين، قال لك ان هيظهر في نهاية الايام تحالفين، تحالف اسمه ملك الشمال اللي هو حلف شمال الاطلسي وامريكا والاتحاد الاوروبي، وتحالف ملك الجنوب اللي هو روسيا والصين جوج ومأجوج. دول روسيا والصين، وده اعلان بقوله لك دلوقتي. التحالفين دول هيجوا بسبب حرب اسرائيل وايران، هيعملوها الصغار وهيقعوا فيها الكبار. اسرائيل وايران هتوقع العالم كله في بعض. وهيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان اغلبية البلاد العربية والخليجية هتقع، اولهم بلد ارض مصر. بيقول لك ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. دي اول دولة. الاتحاد الاوروبي واسرائيل بمجرد ما الحرب دي تبدأ واسرائيل تشتبك مع ايران، مصر هيتعمل عليها كماشة من اثيوبيا واسرائيل، لان اثيوبيا واسرائيل من ايام الملك سليمان لما اتجوز ملكة الحبشة، وهو اثيوبيا واسرائيل روح واحد. عشان كده قال لك من النيل الى الفرات. يعني ايه كلمة المملكة الكبرى الاسرائيلية من النيل الى الفرات؟ يعني تحالف ما بين اسرائيل واثيوبيا. اثيوبيا تسيطر على النيل بسد النهضة اللي عملته، واسرائيل تسيطر على الفرات اللي هو لبنان والعراق وسوريا والاراضي دي، فيبقى من النيل الى الفرات. فبيقول لك ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. واللوبيين اللي هم الليبيين، ليبيا هتسقط. والكوشيين اللي هم السودانيين، السودان هتسقط. وانت شايف البلدين دول فيهم اضطرابات دلوقتي بتحصل، والنبوة دي اتنبأت عن هذه الاضطرابات من قبل ما تكون. والليبيين والكوشيين عند خطواته. وتفزع اخبار من الشرق. مين ده اللي تفزعه اخبار من الشرق؟ حلف شمال الاطلسي اللي هو ملك الشمال هتفزعه اخبار من الشرق. مين الشرق؟ الشرق ده الصين، هتفزعه اخبار من الصين. ومن الشمال تفزعه اخبار من الشرق، ومن الشمال، الشمال دي روسيا. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. هنا حرب ضروس، حرب كبرى، حرب نووية. هيخرج يحرم كثيرين. يحرم دي معناها ابادات، فاهمني؟ هيكون عصر فوضى لم يحدث مثله منذ انشاء العالم. احنا في لحظات تاريخية صدقني. بيقول لك وينصب فسطاطه بين البحور. يعني ايه ينصب فسطاطه بين البحور؟ يعني ينشر حاملات الطائرات بين البحور. بص في كتاب النبي دانيال اتنبأ بالنص عن حاملات الطائرات من قبل ما تتصنع ب 2600 سنة. قال لك وينصف الصوت بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين. يعني البحر هينغلق بمجرد ما تبدأ الحرب العالمية الثالثة اللي احنا بنعيش في فصولها دي دلوقتي. البحر هينغلق. ومعنى كلمة البحر هينغلق دي معناها انتشار المجاعات في كل الأرض. انتشار المجاعات في كل الأرض. اول لما البحر ينغلق هتلاقي قناه السويس اتقفلت ومضيق هرمز اتقفل، وهتلاقي ان الشعوب اللي بتستورد القمح مش عارفه تجيبه، فهتلاقي سعر كيلة القمح بجرام من الذهب الخالص. فهتنتشر بعد الحروب الكبرى، بتنتشر المجاعات الكبرى، وبعد هذا الطبيعه بتبدا تنقلب على الناس، وتغيرات المناخ هتبدا تظهر، والاعاصير هتكنس الارض، والزلازل هترقص العماير، والشمس دي اللي منوره من هول غبار القنابل اللي هتنزل على الارض، الغيمة والغيوم هتخفيها، والقمر هيخفض ضوءه. احنا داخلين على ايام رهيبة. الاكشن كله مغامرات نهاية العالم. يا بخت من امن بالله، يا بخت من امن بالله، يا بخت من وضع قلبه مع الله وقدم توبة عن الخطايا ومشي مع الله، ويا ويل من مشي مع الشيطان، يا ويل من مشي مع ابليس. لان كل اللي مشي مع الله وقدم توبة عن الخطايا بينول الحياة الابدية، اما اللي مشي مع ابليس في الظلمات لن ينول الحياة الابدية. وعلى هذه الحقيقة بيقوم او بيسقط كل انسان. فاليوم بدعوك تقديم التوبة على دم الحمل اسمه ابن الانسان، لان في النهاية حسب ما هو مكتوب ابن الانسان كوكب الصبح المنير. بيقول لك ايه؟ السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة ومجد كثير.
السيد المسيح هينزل في وسط الحرب العالمية الثالثة بقوة ومجد كثير، وهيرسل الروح القدس يخطف كل المؤمنين بيه من أقاصي الأرض إلى أقصاها. يا بخت كل من آمن بيه ليه حياة أبدية، يا ويل كل من رفضه لن يكون له حياة أبدية. إلى هنا نهاية الأمر. الكلام المطلوب مني أن أقوله قلته. استعدوا للقاء إلهكم.